120,000 جندي، وكمان خلال يوم مقدس عند اليهود زي يوم الغفران تكون الحرب خلصت. وهو ده اصلا اللي حصل. الساعة 1:55 في قاعدة إسرائيلية في شرم الشيخ بيظهر على الرادار 22 طيارة مصرية جايين من عند البحر. ولما بيسأل الطيارين الإسرائيليين هو إيه اللي بيحصل، بيرد مراقب الرادار ويقول لهم جالنا تعليمات من القيادات في إسرائيل إن إحنا ما نردش على أي خطر غير لما نتضرب الأول. فيرد طيار من الطيارين ويقول له أنت مجنون؟ قول لي حالا دلوقتي الطيارات المصرية دي بتبعد عننا قد إيه؟ فرد عليه المراقب وقال له 30 كيلو. فيجري الطيار الإسرائيلي على طيارته وهو بيشتم وبيهين في القادة بتوعه وبيقول عليهم المجانين اللي قاعدين في العاصمه اللي بتبعد عننا 400 كيلومتر بيضحوا بينا. وقام كسر الاوامر وبينطلق بطيارته عشان يعترض الطيارات المصريه. في نفس اللحظه دي على خط الجبهه بيتمركز مهندس صوت اسرائيلي برتبه رقيب بيشوف الاوضاع على الاجهزه. بيرن التليفون وبياخدوا الاتصال زمايله موجودين في جنوب سيناء، بيقولوا له بص كده عندك على الاجهزه انت سامع صوت المحركات اللي انا سامعها؟ واول ما المهندس بيبص على الاجهزه لقى كل المؤشرات بتلعب وكلها في حاله جنون. وما تعديش 30 ثانيه من المكالمه دي واول قذيفه من سلاح المدفعيه المصري ينزل فوق دماغه. والساعه 2 بالدقيقه كانت بتعبر اكتر